تعرف انك ممكن تعالج قرحة المعدة في اسبوع واحد بس ومن غير اي ادوية؟ سنة 1950 دكتور تشيني عمل مجموعة من التجارب علشان يدرس تأثير عصير الكرنب على مرضى قرح الجهاز الهضمي. الدراسة تمت على مجموعتين من المرضى، مجموعة منهم كانت بتعاني من قرحة المعدة والمجموعة التانية كانوا بيعانوا من قرحة الاثنى عشر. كل مجموعة فيهم اتقسمت لجزئين، جزء اتعالج بالأدوية التقليدية لعلاج القرحة والجزء الثاني اتعالج بعصير الكرنب. المرضى المصابين بقرحة المعدة اللي اتعالجوا بالأدوية التقليدية خفوا في خلال 42 يوم، لكن المجموعة اللي اتعالجت بعصير الكرنب خفت في خلال 7 أيام، يعني أسبوع بس. المرضى اللي كانوا مصابين بقرحة الاثنى عشر اتعالجوا بالأدوية التقليدية في خلال 37 يوم، في حين ان اللي اتعالجوا بعصير الكرنب اتعالجوا في خلال 10 ايام بس. الفوائد دي كلها بترجع لمادة الاس ميثايل ميثيونين. المادة دي بيطلق عليها فيتامين يو، ولكن هي في الحقيقة مش فيتامين، هما اطلقوا عليها اسم فيتامين لان استخدام عصير الكرنب في علاج القرح كان فعال جدا. كلمة قرحة بالانجلش يعني ألسر اولها يو، فسموا المركب فعال في الكرنب باسم فيتامين يو. الدراسة اللي اتعملت كان المرضى فيها بيشربوا لتر من عصير الكرنب يوميا متقسم على 5 مرات، لكن بما ان العصير طبعا طعمه وحش فانتوا تقدروا تقللوا الكمية بتاعة العصير في اليوم، ولكن هتزودوا عدد الايام اللي هتستخدموا فيها العصير علشان تحصلوا على نفس النتيجة. تقدروا تعملوه في مكنة العصير اللي هي بتفصل الفايبرز عن العصير نفسه، او ممكن تعملوه في الخلاط عادي، بتضيفوا شوية مية صغيرين وبعد كده لما بيتضرب العصير بتصفوه بمصفى وبتشربوه. افضل حاجة بتكون على الريق يعني الصبح وتكون المعدة فاضية. تقدروا كمان تضيفوا له اي حاجة تحسن الطعم شوية زي الخيار، في ناس بتضيف عنب، ناس بتضيف عصير كرفس. انا بفضل خلط نوعين، الكرنب البنفسجي والاخضر، وده لان الكرنب البنفسجي كمان بيحتوي على كمية انتي اوكسيدنت رهيبة، فبيساعد كمان في صحة الجسم بشكل عام. قولولي في الكومنتس لو جربتوا عصير الكرنب قبل كده لعلاج القرحة.